السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمي يا رانيا عن دكتور ضياء العوضي. النهاردة طلع تقرير عن السبب في انتقال رحمة الله عليه دكتور ضياء العوضي إلى الرفيق الأعلى. تقرير الطب الشرعي المصري اللي يعني لا نشكك فيه أبدا بيقول إن الوفاة طبيعي، وقريت برضو إن شرحه الطب الشرعي في دبي طبعا له غبار على ذلك، ويعني مش هاجي جنب النواحي الرسمية دي. الطب الشرعي المصري لما بيقول حاجة بتبقى صح. هو فعلا مات موتة طبيعي، والسبب كده ان ديتيلز بالتفصيل ان هو جاله جلطة في القلب. تمام، وفاة طبيعي. بس انا جاي اسأل سؤال هنا، ايه سبب بقى الجلطة اللي في القلب؟ هي وفاة طبيعية، جلطة في القلب، تمام، بس ما هي مسببات الجلطة؟ ما هي مسببات الجلطة؟ أنا عايزة بس أقول على حاجة بسيطة كده، وقلتها امبارح في اللايف بتاع الحساب التاني. أنا ممكن أبقى ماشية في الشارع، وركز لي هنا قوي لأني ما بشرحش نفسي. ممكن أبقى ماشية في الشارع مسافرة من بريطانيا بقى لمصر لأي بلد، وأكيد الدنيا زحمة، أكيد ممكن أخبط في حد يزقني بالغلط، حد يقع عليا، لزقة صغيرة كده ما تتشافش ولا تتحس، لزقة بلاستر تتحط على الجسم، على الإيد، في أي حتة أو حتت معينة، وفي خلال 48 ساعة، مش هقول 24 ساعة، وفاة طبيعية. رحمة الله عليه، الموضوع انتهى. بس هل انتهى عندك انت؟ هو ده السؤال. تاني هقول، ما تخلوش حد